النقلة المرعبة الأكبر حصلت لما دخلنا في مرحلة ابتذال المصطلحات العلمية. المصطلحات النفسية التقيلة والمعقدة بقت لبانة في بق كل عيل صغير. تلاقي طفل عنده 10 سنين باصص لأمه بكل ثقة وبيقول لها أنت بتسببي لي تروما وبتدمري لي سلامي النفسي يا ماما، ده لمجرد بس إنها ممكن تكون سحبت منه الموبايل علشان يذاكر. خوارزميات التيك توك والسوشيال ميديا لقطت الضعف ده وبدأت تلعب عليه، بقت بتكافئ أي شاب بيطلع يشتكي ويعيط بآلاف اللايكات والمشاهدات. المنتل هيلث والاعتناء بالصحة النفسية اتحول من علم طبي لترند وبزنس. الكل بقى بيشخص نفسه باكتئاب حاد وقلق مرضي عشان يحس بالتمييز الديجيتال. المرض النفسي بقى أسرع طريقة للحصول على التعاطف والدوبامين السريع المضروب. الجيل ده للأسف زرعوا فيه عقدة الاستحقاق المطلق، طالع للدنيا حاسس إن الكون كله ده مخلوق عشان يخدمه ويدور حوالين رغباته العظيمة، وما بيستحملش أبدا إنه يسمع كلمة إنه إنسان عادي زيه زي مليارات البشر، مش محور الكون.